على فكرة بقى الفلسطينيين ما كانش المفروض يقوموا بحرب 48 ولا العرب المفروض كانوا دخلوا معاهم فيها، لان هم اللي باعوا ارضهم لليهود. لا معلش بقى، مين اللي قال الكلام ده؟ الاراضي الفلسطينيه ملك للفلسطينيين ابا عن جد، ومحدش باع حاجه لحد. دي الاراضي الفلسطينيه اراضي مغتصبه. لا تعالى بقى ما اقولك الحكايه، وفي حلقتنا هنعرف حكايتنا. الموضوع بقى يرجع لثمانينات القرن ال19، لما مجموعة كده من يهود أوروبا عملوا حركة صهيونية سنة كام؟ سنة 1880، وحبوا يحطوا ايديهم على دولة ويخلوها مستقلة لليهود أو للصهاينة بمعنى أصح، بدل ما هم مشردين من دول العالم بين غرب وبين شرق. بس كان تمركزهم الاكتر كان في الدول الغربيه والاوروبيه. وقامت الحركه دي فكرت وقالت انهي دوله ممكن تكون مناسبه علشان نحط ايدينا عليها. فكروا كده يمين وشمال ولقوا ان الدوله التاريخيه لليهود هي انسب دوله، وكانت فلسطين. ان تاريخ اليهوديه كان على ارض فلسطين، ولما يهود الغرب حبوا يستقلوا ما لقوش انسب من ارض فلسطين علشان يحطوا ايديهم عليها. في الوقت بقى اللي يهود اوروبا كانوا عايزين يستوطنوا فيه الاراضي الفلسطينيه، فلسطين كانت تابعه للولايه العثمانيه، يعني تحت حكم الاتراك. ولما سمعوا بخبر ان يهود اوروبا عايزين يستوطنوا اراضيهم، الدنيا ولعت وما قعدتش، وخاصه الشخصيات السياسيه زي مفتي القدس امين الحسيني وعز الدين القسام. ومن هنا بدات دور المقاومه الشعبيه الفلسطينيه. ده مش بس كده، ده بدا يظهر دور العرب على حقيقتهم. ازاي؟ يعني عندك مثلا مجموعه كانت مؤيده موقف فلسطين في رفضها ان يهود الغرب يستوطنوا اراضيهم، ومجموعه التزمت الصمت، ومجموعة كانت مطبلاتية كانوا بيطبلوا ليهود الغرب علشان ينولوا رضا بريطانيا العظمى والحكومة البريطانية. بالنسبة بقى للدول الغربية بين أمريكا وفرنسا وبريطانيا، كانوا مرحبين جدا بالمشروع الصهيوني في فلسطين. مش بس كده، ده كانوا بيمدوهم ماديا وعسكريا بكل ما تشتهي الأنفس علشان يبقى في كيان صهيوني أو كيان غربي في دول عربية علشان تحمي مصالحهم في المنطقة. بريطانيا العظمى بجلالة قدرها اقترحت اقتراح: انا هخلصكم من الحكم العثماني، بس لازم تقفوا معايا كده وقفة حلوة، وان احنا لازم يكون في كيان صهيوني هو مش محتل لا سمح الله، بس هيساعدنا في ان احنا نتخلص من الولاية العثمانية. وعليها قام الشريف حسين بن علي ثورة ضد الأتراك. وده مين ده كمان؟ ده بقى كان مؤسس المملكة الحجازية الهاشمية. عمل ايه عمنا علي؟ ده قام بثورة ضد الأتراك، وكان معاه مين؟ كانت معاه فلسطين والعراق وبلاد الشام. وفعلا عمل الثورة دي واتحدوا مع بعضيهم علشان يستقلوا كعرب بدون الولاية العثمانية أو تحت حكم الأتراك. ونجحت فعلا الثورة ضد الحكم العثماني، وبقى أصبحت ولاية عربية بحتة بدون حكم أتراك أو حكم عثماني. ده كان سنة كام؟ سنة 1917. بريطانيا العظمى بجلالة قدرها نقضت العهد اللي كانت اتفقت فيه مع بلاد العربية وخاصة فلسطين، ان احنا هنقف معاكم ضد الحكم العثماني وهنخلصكم منه تماما، وهنخلي يهود العرب معانا علشان خاطر نخلصكم من الولاية العثمانية وحكم الأتراك. ولما نجح فعلا الثورة وتخلصوا من حكم الأتراك وبقى حكم عربي، نقضت بريطانيا العهد اللي عهدته ووافقت على اتفاقية سايكس وبيكو. من بعدها وعد بلفور. ايه هي الاتفاقية دي كمان؟ وايه المعاهدة اللي بيقولوا عليها دي؟ المعاهدة دي كان نصها ان بعد سقوط الحكم العثماني في الحرب العالمية الأولى تم تقسيم الدول العربية بين فرنسا وبين المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا العظمى أو بريطانيا بجلالة قدرها، وبدأوا يقسموا في التورتة، قصدي الدول العربية أو المنطقة العربية. فكان الجزء الشمالي كان عبارة عن العراق وبلاد الشام، كانوا بيقسموها بين فرنسا وبين بريطانيا، يعني انت تاخد حتة وانا اخد حتة. وبدأوا كمان يقسموا بجنوب سوريا اللي هي كان جزء منها لفلسطين. بريطانيا كان من نصيبها حيفا وعكا، بس كان فرنسا ليها حرية استخدام ميناء حيفا، ده السلو اللي كانوا متفقين عليه، في نظير ان بريطانيا كان ليها حرية استخدام ميناء اسكندرون في سوريا، لان فرنسا كانت بتخضع او متقسم لها سوريا وقتها. نيجي بقى لوعد بلفور. ده بيان رسمي أصدرته الحكومة البريطانية سنة 1917 لإعلان دعم تأسيس وطن للشعب اليهودي وتسهيل الهجرات لفلسطين بدون أي قيود. ولما لقوا ان الوضع محرج بالنسبه لفرنسا وبريطانيا، وان اتفاقيه سايكس بيكو ووعد بلفور ده
أظهر نواياهم الحقيقية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بدأوا يهدوا الموضوع شوية. وفي 3 يناير سنة 1919 وقعت اتفاقية فيصل وإيزمان. ايه الاتفاقية دي كمان وبتقول ايه؟ دي كانت اتفاقية بين ابن الشريف الحسين علي الهاشمي مع حايم إيزمان اللي هو كان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر في باريس للسلام. الاتفاقية دي كانت بتدي الحق في إنشاء مجتمع للتعايش في فلسطين، يعني رسمي احنا هنخلي يهود الغرب ييجوا يعيشوا عندكم عافية. الاتفاقية دي كانت بتصدق على وعد بلفور اللي هو كده كده هتتعايشوا مع المجتمع اليهودي الجديد. الفلسطينيين ما عجبهمش الوضع وبدأوا يرفضوا الاتفاقيات اللي رايحة جاية عليهم وبتتفرض عليهم غصب عنهم، وان ينشأ مجتمع يهودي يتعايشوا معاه. فرفضوا الموضوع ده جدا وبدأوا يقوموا بثورات ضد اليهود وضد الوعود والاتفاقيات اللي كانت بتطلع لهم من وقت للتاني. بعد وفاة الشيخ عز الدين القسام في جنين بدأ الفلسطينيين يعملوا حالة من الإضراب العام، إن هم مش عاجبهم الوضع وإحنا اتفرض علينا الوضع ده ومش عايزينه. وفي 29 نوفمبر سنة 1947 أصدرت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة قرار سموه 181 بإلغاء الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية. ده أكيد ما كانش من دماغهم، ده كان بدعم من الاتحاد السوفيتي وأمريكا. ده مش بس كده، ده قرروا فيه تقسيم الأراضي الفلسطينية ل3 كيانات، كيان عربي وكيان يهودي أو صهيوني، وخلوا بيت لحم والقدس تبع لوصاية دولية اللي هم يلعبوا فيها زي ما هم عايزين. فلسطين بقى كان ليها دور عظيم جدا في الوعي السياسي من أيام الحكم العثماني أو حكم الأتراك، ولما اتفرض عليهم الوضع الصهيوني قالوا ما بدهاش، احنا كده كده لازم ندافع عن أراضينا وبنفسنا. فكونوا 17 منظمة وحزب علشان يدافعوا بيها عن حقوقهم. الفلسطينيين بقى اشتغلوا بمجموعة الأحزاب اللي أسسوها دي كنوع من الوعي السياسي، واشتغلوا بيها على قدم وساق ضد الصهاينة، وكان من ضمنها جمعيات الإسلامية المسيحية وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الاستقلال العربي وحزب الحر الفلسطيني ومجموعة من الائتلافات العربية أو الوطنية كانوا ضد اليهود أو الصهاينة وغيرهم 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 من الأحزاب السياسية علشان خاطر كانوا بيدافعوا عن حقوقهم. في فترة الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية قامت حركة صهيونية كده بمجموعة من الميليشيات اسمهم الأرجون والشيترن، قاموا بهجمات إرهابية على الأراضي الفلسطينية وسيطروا أو استولوا على 78% من الأراضي الفلسطينية. وفي 9 إبريل سنة 1948 الميليشيات دي اللي هي الأراجون وشيتير قاموا بمذبحة عظيمة جدا اسمها مذبحة دير ياسين، بالرغم ان كان في معاهدة سلام ما بينهم وكان اهل القرية دي وافقوا على المعاهدة دي، بس هم نقضوها وذبحوا معظم اهالي القرية دي، وبناء عليه اهالي القرية بدأوا يعملوا لجوء سياسي للدول المجاورة. ما احنا كده كده مش هنتذبح وهنبقى ملطشة لليهود والصهاينة. الوضع ده ما عجبش الفلسطينيين، ما هو ما ينفعش يبقى انت عامل معايا معاهدة ومضي عليها اهالي القرية واخد موافقتهم وتدور تاني اسبوع مدور فيهم الذبح، اصل ده ما يرضيش ربنا. وبناء عليه الفلسطينيين قاموا بحرب مع مجموعة من الدول العربية كان على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المصرية، ما هي مصر وقتها كانت مملكة، والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان، وقاموا بحرب سموها حرب 48 اللي دخل فيها الشاذلي، فاكرين لما ساب الحرس الجمهوري وانتسب للحرب، ارجعوا لحلقة الشاذلي. الحرب دي قامت ضد الميليشيات اليهودية أو الصهيونية المسلحة في فلسطين، بس باءت الحرب بخسارة العرب أو خسارة الدول العربية. الحرب دي كانوا بيسموها العرب النكبة، واليهود أو الصهاينة كانوا بيسموها حرب الاستقلال. هم شايفين ان هم ظفروا بفلسطين أو 78% من فلسطين، يعني ده من حقنا يا جماعة. وبعدها طبعا إسرائيل أو اليهود أو الصهاينة حطوا ايديهم على نسبة كبيرة زي ما ذكرنا من أراضي الفلسطينية وبدأوا يقسموا فيها زي ما هم عايزين، وكأن الحرب دي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. وطبعا فشلت الحرب وخسرنا الحرب. والسنة اللي بعدها على طول سنة 1949 انضمت إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة وتم الاعتراف رسميا بإسرائيل
ككيان صهيوني في الأراضي الفلسطينية. انتوا عارفين بقى ان السبب الرئيسي في استيطان اليهود او الصهاينة للأراضي الفلسطينية وفود أعداد كبيرة من يهود الغرب للأراضي الفلسطينية وبدأوا ينتشروا بشكل مهول جدا، هو ده كان السبب الرئيسي في استيطان اليهودية او الصهاينة في الأراضي الفلسطينية، وقسموا زي ما هم عايزين. علشان كده قامت حرب 48. اتمنى يكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم حلقة جديدة من اعرف التاريخ.